التلاعبات البخيسة واليئيسة والتي تتصف بالبؤس وبالجشع. السلام عليكم. فوزي القجا يصفع النظام الجزائري بسبب ما يحدث لنهضة بركان في الجزائر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري وينتصر للمغرب. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لنهضة بركان فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل المباراة الهامة والمرتقبة لنهضة بركان أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام بالجزائر، وبعد وصول بعثة نهضة بركان إلى الجزائر فقد نقلت الإذاعة التونسية أن الأمن الجزائري تعدى على أحد الطاقم التقني لنهضة بركان من أجل مصادرة قمصان نهضة بركان التي تحتوي على خريطة المملكة المغربية. فقد دخل على الخط رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي القجا وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية منذ قليل، وقال: أنا حزين للغاية بسبب ما يحدث لنهضة بركان في الجزائر، فالمسؤولين الجزائريين جعلوا من مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر وكأنها الحرب العالمية الثالثة. وأنا شاهدت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدت أن هناك العديد يدعو الجماهير الجزائرية للجهاد من أجل الذهاب لتشجيع اتحاد العاصمة الجزائري أمام نهضة بركان. فأنا شاهدت مباريات اتحاد الجزائر في هذه البطولة، وشاهدت أن جل المباريات تكون المدرجات خاوية بلا جماهير. فلماذا هذا الحشد أمام فريقنا نهضة بركان؟ فلماذا مثل هذه الحماقات أمام فرقنا الوطنية؟ فنحن نستقبل الفرق الجزائرية استقبالا جيدا، فهذا هو الفرق بين المغرب والجزائر باختصار. ولكن هذه المرة لن نعاملكم إلا بمثل هذه الحماقات. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.